تفضل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسليم جائزة المركز الأول لهوسبس مصر، المؤسسة المصرية الوحيدة اللي تم اختيارها في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي. أشاد سمو الشيخ بالعقول العربية المبتكرة وبأي مبادرات تدعم الإبداع، وده الدور اللي بيقوم بيه هوسبس مصر في المجتمع المصري. هوسبس مصر أنا كنت مرتاحة جدا ومطمنين جدا وإحنا معاهم. هو يا جماعة في حد واخد باله إن إحنا موجودين في الدنيا أصلاً؟ جابوا لي دكتور معاهم وجابوا لي العلاج لما كنت محتاجة علاج ومش لاقيه بره. مش بيساعدوا إنهم عايزين مقابل أو حاجة، هي بدون مقابل. هوسبس مصر اختار يمشي عكس التيار اللي سائد في القضايا الصحية المجتمعية، اختار يسلط الضوء على فئة مهمشة من المرضى بتعاني من الإهمال. هوسبس مصر بيرعى المرضى في مراحل مرضهم الأخيرة اللي فقدوا أي أمل في العلاج، وبيوفر لهم خدمات الهوسبس المجانية الطبية، التمريضية، الاجتماعية والنفسية، عشان يحافظ على كرامتهم لآخر لحظة في حياتهم. هوسبس مصر، حياة مش أيام.